بالنسبة لخالد فدوات مع سهام وقالت ليه بلي يمشي يقدم راسو، ولا هي اللي غادي تمشي وغادي تقول كلشي للبوليس بانه راه كان واحد النهار دخل وجا معطل، والرمله كانت ما في حوايجو وكاينه حتى في الصالون. فهو هنايا شفنا بانه خالد صافي وصل للحد ديالو اللي هو بصح اي حاجه بغاها ما كتيسرش ليه، ولكن هو اللي ظلم بنت الناس اللي بغاتو وباها على قبل الفلوس، ومن غير هادشي هذا كامل جات باش تدوي معاه ولكن هو ناض وتعدى عليها حتى قتلها. فهنايا غنشوف بانه غادي يمشي وغيقدم راسو، وفي هاد الوقيته هادي غنشوف بانه سهام رجعت لحياتها الطبيعيه. بدات كتخدم في شركه ديال هذه الصبابط. وهنا في هاد الوقيته هادي سمير فرحان بزاف حيت بدا كيحس بانه سهام ما بقاتش سهام اللي كانت في الاول اللي كانت كتقلب على راجل اللي يبغيها ولا يكون مشهور ولا هذا. بدات كتبدل الفكره ديالها بشويه بشويه. المشاهير كاملين كانوا كيستغلوها واخا هما عندهم فلوس، ولكن كانوا طامعين فيها حيت هي اللي كانت كتبغيهم. وحتى منين جربت واحد ما فحالوش، فاحنا شفنا التجربه ديالها معاه بانه واخا تزوجت به هذا، ولكن هادشي كامل تا هو على قبل الفلوس، وظلم واحد من الناس وتا هو ما كيبغيهاش بزاف، كان باغيها غير على قبل فلوسها. ف جرجرات واحد شويه في الطلاق، ولكن من بعد طلقات وبقات خدامه في الشركه ديال الصباط وكل شيء. ومني لاحظت بانه سمير كيعاونها بزاف ومعجب بها وكيبقى قريب منها وعاونها حتى خرجت من هاد الازمه هادي، كانوا كيخرجوا بجوج. فهنا فينا نشوف انه فكرت حتى هي وعرفت بانه ما كاينش اللي غادي يقدر يعيشها في الحياه اللي باغيها هي بالطريقه اللي بغاتها هي من قد سمير. فغنشوف انه في الاخير هي الوحيده اللي غادي تكون عندها واحد النهايه اللي زوينه بزاف في المسلسل، حيت بصح عانات في هذه المده هذه كامله، ولكن في الاخير تزوجت بالراجل اللي كان يستاهلها. وهي في الاول كانت كتعتبر سمير بحال خوها، ولكن في ديك الوقيته كان كيصحاب لي بانها راه ما كاينش شي حد غتزوج به اللي ما يكونش مشهور ولا هذا. ففي الاخير كتب ليها تزوج به.